10 حاجات مرهقة للانطوائيين. الانطواء سمة شخصية تتميز بتفضيل العزلة والتفكير الداخلي، وغالبا بيتفهم غلط. الانطوائيين بيستمتعوا بالتفاعلات الاجتماعية، بس في مواقف وتجارب بتسيبهم تعبانين ومرهقين، وده اللي أثبته أبحاث ورؤى نفسية. تعالوا نشوف مع بعض 10 حاجات بترهق الانطوائيين. أول حاجة الكلام القليل والمحادثات السطحية، دي بتبقى مرهقة لعقلهم لأنهم بيفضلوا المناقشات العميقة والهادفة اللي بتخليهم يتواصلوا مع الشخص التاني بشكل أعمق. الكلام اللي كله عبارة عن الكورة أو الجو عامل إيه، ده بالنسبة له إهدار طاقة. الانطوائي بيفضل المناقشة في الأفكار والعواطف وتجارب الآخرين بأهمية كبيرة جدا. تاني حاجة التجمعات والحفلات العائلية الكبيرة، الأفراح، أعياد الميلاد، ده بالنسبة له حمل زايد لأن الجو بتاع الحفلات دي فيه تحفيز زايد عليه. الموسيقى العالية والأضواء الساطعة وكمية الوشوش اللي هو عارفها مألوفة بالنسبة له، وكمية الوشوش اللي هو مش عارفها مش مألوفة بالنسبة له، ده بيستنزف احتياطات الطاقة عنده. عشان كده بعد المناسبات دي تلاقيه خد ركن مع نفسه عشان يرجع يشحن طاقته تاني، وبياخد فيها وقت كمان. تالت حاجة العمل الجماعي. الانطوائي ممكن يبقى عضو في فريق ويبقى متميز جدا، لكن بالنسبة له ده حاجة مرهقة، إنه عشان هو في عمل جماعي محتاج على طول يبقى في تواصل وتعاون مع غيره، ده بيرهقه نفسيا وجسديا وعقليا. عشان كده تلاقيه بيفضل يشتغل لوحده، ده هيخليه يركز بشكل أكبر ويشتغل أسرع من غير ما حد يشتته بطلبات. رابع حاجة الميتينجز والمقابلات في الشغل، بيحس إن هو في ضغط كبير عشان يقيم علاقات ويعزز الذات، ومضطر يحافظ على شخصيته المهنية، ده غير إنه معرفش ينقل من كلام لكلام، وده يخليه يبدأ يحس بالقلق والتوتر. خامس حاجة المكالمة من رقم غريب والضيوف اللي قاعدين معاه، لأن دي تفاعلات بتنتهك عزلته والمساحة الشخصية اللي عاملها لنفسه، فبيخليه يحس بالمفاجأة ويحس إن هو مش مستعد. الانطوائيين بيحتاجوا وقت عشان يستعدوا ذهنيا للتفاعلات الاجتماعية دي عشان ما يختلش توازنهم. رقم 6 الأماكن العامة الزحمة زي أماكن الشوبينج والمطارات وسط البلد، دي مرهقة بالنسبة له لأن عدد الناس الكبير والضوضاء والأنوار الكتيرة زي ما قلنا قبل كده بتعمله تحفيز زايد عليه، وده طبعا بيستنزف طاقته. رقم 7 إنه يكون مركز اهتمام، إنه يبقى عليه سبوت لايت كده أو الناس مركزة معاه، ده شيء غير مريح جدا بالنسبة له، سواء حد بيقدم له عرض أو بيمدحه فيه أو إن أنظار الكل متوجهة ليه هو، ده بيخليه يحس بالكسوف. هو بيحب يبقى مركز مع الحدث اللي بيحصل عشان هو يحلل المعلومات ويقدر يشارك بطريقة بسيطة. 8 تعدد المهام، إنه يتعامل مع كذا حاجة. الانطوائي بيحب يركز بشكل كبير على حاجة واحدة بس، أكتر من حاجة بيحصل لهم إرهاق ويتشتتوا، مبيقدروش يأدوا 100% في الحاجات اللي هم مسؤولين عنها. رقم 9 المواقف والصراعات المشحونة عاطفيا. التعافي العاطفي بالنسبة لهم بيحتاج وقت كبير جدا عشان يتعالج، هتلاقيه بسرعة بعد كل موقف عاطفي بيحصل من دول يمل للعزلة والعزلة كتير لأنه حصل له استنزاف في عقله وعاطفته. رقم 10 قلة الوقت والمساحة الشخصية. أكتر حاجة مرهقة بالنسبة له إنه ما يكونش عنده وقت لنفسه. العزلة شيء ضروري جدا للانطوائي عشان يرجع يشحن نفسه ويعالج أفكاره وعواطفه ويلاقي السلام الداخلي. لو اتحرم من الوقت ده هيهيج علينا، هيتعصب جدا، والقلق والإرهاق عنده هيزيدوا. الانطواء مش ضعف أو عيب، هو مجموعة فريدة من الخصائص اللي بتشكل وجهة نظر الفرد وخبراته. طب ده معناه إن نبقى انطوائي؟ أكيد لأ، احنا بنحاول نفهم الشخص الانطوائي عشان ما يزيدش تحميلنا احنا عليه، نكون فاهمين احتياجه اللي احنا منقصرش عليه بيه بحيث يحس وسطنا بالراحة، فنقدر نساعده يخرج من الانطوائية اللي هو فيها. بلاش ننتهك خصوصيته، بلاش نتجنى عليه، بلاش نقول له انت كئيب كده ليه، هو بني ادم لقى دي الحاجات اللي بتريحه، لو عايزين نخرجه منها يبقى نحترم اللي بيريحه عشان يقدر يدينا فرصة نخليه يجرب حاجات جديدة ويخرج من الانطوائية واحدة واحدة.